النهارده شاومي منزله لك موبايل اقتصادي بسعر مناسب رخيص يعتبر، ولكن خلي بالك الموبايل ده ممكن يكون مقلب كبير ليه. سعره رخيص، ولكن خلينا نشوف هل هو افضل حاجه في السعر ده ولا في حاجات تانية افضل منه. لايك الجميل والاشتراك، ويا اهلا بكم يا احلى متابعين في قناتكم مو بي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف الشاومي بوكو السي 85 الفور جي. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، مميزات، عيوب، سعره، كمان طبعا في مقارنه في النهايه. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنه مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نتكلم عن تصميم الهاتف اول حاجه، والتصميم هنا عادي جدا. شكل الكاميرات عادي، شكل الظهر عادي وبسيط. طبعا هو كويس على هاتف اقتصادي، وفي الاخر يعني هو اذواق، ممكن يعجب ناس وناس تانية لا. وخامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. ونتكلم عن الشاشة اللي هنا جاب حجم 6.9 بوصة، جودتها HD بلس، وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 254 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 810 شمعة. الشاشة هنا للأسف مش الأفضل في السعر ده. هي الصراحة كويسة، 120 هرتز جودة 720 هتاخد منها سلاسة في الاستخدام، ولكنها الصراحة بالنسبة لفئة الهاتف هي مش الأفضل، والمنافسين بيقدموا شاشات أفضل. فعلشان تكون عارف الشاشة مش سيئة قوي، مش هتشتكي منها على هاتف اقتصادي بالسعر ده، ولكن يعني بقولك بالسعر اللي انت هتدفعه في هواتف تانية بتقدم شاشات افضل، فهي كويسة ولكنها مش الافضل في السعر ده، بس مش عيب قوي على الهاتف ده يعني. نتكلم بقى عن الاداء بتاع الهاتف او المعالج، والمعالج هنا هو الميديا تك هيليو جي 81 الترا اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو. والمعالج ده معروف وعارفينه كلنا، وبيحقق على انتوتو حوالي 250 الف نقطة. والمعالج ده الصراحة للأسف برضه هو مش الأفضل في السعر ده. بص عشان تكون عارف، المعالج مش هيأثر معاك قوي على الهاتف اقتصادي، هيمشي الدنيا، هيقدم لك ده كويس في المهام اليومية العادية بتاعتنا كلنا، مكالمات، يوتيوب، فيسبوك، استخدام يومي، تنقل بين التطبيقات والبرامج، كل ده. وكمان في الالعاب الخفيفه هيشغلها بشكل كويس، وهيشغل العاب تقيله مش افضل حاجه، فهو هيمشي الدنيا، مش هيأثر معاك قوي. ولكن بالنسبه للفلوس اللي انت بتدفعها وسعر الهاتف، هو مش الاقوى في السعر ده، وفي هواتف تانية بتقدم معالجات اقوى الضعف تقريبا او اقوى بشويه حلوين، وهنوضح الكلام ده في المقارنه اللي بتكون في النهايه. الجهاز بيجي بنسختين، الأولى ال 128 جيجا مع 6، والتانية ال 256 جيجا مع 8. والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. طيب بالنسبة للكاميرات، فالجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للذكاء الاصطناعي، وتقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودتها 1080 30 فريم في الثانية. والكاميرا الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل، بتصور فيديوهات برضو 1080 30 فريم في الثانية. نتكلم بقى عن حاجة الصراحة من مميزات الهاتف ده، وهي البطارية والشحن السريع. البطارية هنا جاب حجم 6000 ملي أمبير، البطارية هتقضي معاك اليوم بشكل كويس، ومش هتقابل منها أي مشاكل، وممكن تكفي يوم زيادة كمان. وكمان بتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ودي سرعة ممتازة في السعر ده. وبتدعم الشحن العكسي بقوة 10 واط. الهاتف يجي باندرويد 15، والجهاز للاسف ما بيدعمش NFC، ولكن في بلدان تانية يعني حسب البلد، في بلد هينزل فيها NFC وبلد لا. الجهاز بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والهاتف مقاوم للماء والغبار او لرذاذ الماء والغبار بشهاده IP64. الوان الجهاز هم الاسود والبنفسجي والاخضر. والجهاز بيدعم البصمه، وموجوده فيه جنب الهاتف في زرار الباور. معلش ثانيه من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقيه، معلش ثانيه من وقتك، اعمل اشتراك لقناه مو بي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب نتكلم عن المميزات بتاعة الهاتف. والبطارية والشحن السريع الاتنين ممتازين جدا في السعر ده، وحقيقي بيقدموا تجربة ممتازة. برضه مقاومة لرذاذ الماء تعتبر كويسة في السعر ده. طيب بالنسبة للعيوب، زي ما قلت لك المعالج كويس، هيمشي الدنيا، مش هيأثر معاك قوي في المهام اليومية وكده، ولكنه ليس الأقوى في السعر ده، وفي هواتف تانية بتقدم معالجات أقوى. كذلك الشاشة برضو ينطبق على نفس الكلام، شاشة 120 هرتز كويسة هتمشي الدنيا، ولكنها مش الأفضل في السعر ده، والمنافسين بيقدموا شاشات أفضل.
طيب بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة اللي في النهاية خلونا نعرف الأسعار. خد بالك بس إن السعر في مصر وفي السعودية أسعار إحنا متوقعينها. الأسعار دي للنسخة ال 128 جيجا مع 6. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $110. السعر متوقع في مصر حوالي 6200 جنيه. السعر متوقع في السعودية حوالي 450 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه؟ هقول لك عندنا هاتف الانفينكس هوت 50 الفور جي. الهاتف ده هو اقوى منافس للجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه احب بس اوضح لك ان احنا عملنا مراجعه كامله للانفينكس هوت 50 الفور جي. لو انت تحب تشوف المراجعه دي هسيبها لك في الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الشاومي هو الميديا تك هيليو جي 81 الترا، ومعالج الانفينكس هو الميديا تك هيليو جي 100. وهنا معالج انفينكس بيتفوق بفرق محترم. الاثنين جايين بشاشه اي بي اس ال سي دي، والاثنين 120 هرتز الجهازين يعني، ولكن شاشه الشاومي 720 جوده وشاشه انفينكس 1080. وهنا طبعا شاشه انفينكس تتفوق. شاومي بيجي ببطاريه 6000 ملي امبير وشحن سريع 33 واط، وانفينكس بطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 18 واط. وهنا شاومي تتفوق. شاومي ما بيدعمش NFC، غالبا هينزل مصر مش بيدعم NFC او الدول العربيه، ولكن انفينكس بيدعم NFC في مصر وده رسمي. وهنا انفينكس تتفوق. تعالوا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر شاومي ده متوقع في مصر، انما سعر انفينكس في مصر ده رسمي. سعر شاومي المتوقع نسخه ال 128 جيجا مع 6 6200 جنيه. سعر انفينكس الرسمي في مصر نسخه ال 128 جيجا مع 8 6800 جنيه. في النهايه لو انت عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف الشاومي بوكو سي 85 الفور جي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.